بالطريقه مهمه اللاعب ومهمه المدرب، انه كيف الطريقه. كابتن زبير قبل شوي ان عموري يلعب مهاجم وهمي في حالات اضطراريه، ليه ما تقوم انت يا زايد في هذا التوقيت تحاول ان المدرب تشرح له كيف تتحرك، كيف ترى في لاعبين كثير ولا ودي اقدم امثله كانوا يلعبون 10 في بدايه حياتهم في شباب ناشئين وشباب النادي على مستوى تكلم الخليج وغيره، وبعدين تحول راس حربه من خلال اداء توظيف مدرب، متى يتحرك، متى وين يطلب الكوره، ليس بالضروره كل لاعب راس حربه لازم يكون محطه، يعني محطه انك كل الكره تلعب لك وظهرك للمرمى، لا احيانا تكون، وشفنا امثله كثير لعيبه مختلفين. عشان كذا نقول زايد اغتنم الفرصه، عندك الفرصه انك تكون البديل اللي لن يلعب كل المباريات، علي مبخوت عليه ضغط غير عادي، مباريات دوليه مباريات محليه وعربيه، عشان كذا وتحت كل المباريات تبغى فوز. الجزيره السنه دي يبغى الفوز في كل المباريات، طبعا كرة القدم وارد فيها كل شيء، والمنافسة لكل الفرق، يعني حق مشروع لكل الفرق، لكن الجزيرة لن يرضى إلا بالفوز أو في صعود المنصات خلينا نقول. لا شك في ذلك كابتن عادل. كابتن زبير، كيف ترى الشوط الأول وفقا لمعطيات الفريقين والتشكيلتين اللي شاهدناها؟ أنا أعتقد مبادرة أكيد للجزيرة، ما نشوف مبادرة للجزيرة، استحواذ للجزيرة، ولكن بنشوف حسب رأيي تنظيم جيد للنصر في الحالة الدفاعية، يعني وقفة صح تسبب بعض المشاكل لنادي الجزيرة، وننتظر مستوى كوسانوفيتش سيريرو. نعتقد واثق أنا شخصيا من كينو، واثق من باتنا خاطر نعرف إمكانياتهم جيدا، ولكن بالنسبة لسيريرو وكوسانوفيتش ننتظر مستواهم، لانه باش يكون الظهور الاول موضوع مهم جدا بالنسبه لنادي الجزيره. طيب كابتن فهد، اعتقد ان الفريق العماني يعني راح يفاجئ الجزيره ممكن بالضغط بالبدايه، بعدم ترك المساحات، جاي محضر، حسب انه كان محضر للمباراه اكثر من الجزيره مع الغيابات اللي ذكروها، فاعتقد كل الحوافز او الدوافع مع الفريق العماني اكثر من الجزيره تشوفها. طيب شكرا لمحللينا الكرام كابتن عادل البطي وكابتن زبير بيا وكابتن فهد خميس. انتقل بكم مباشرة مشاهدينا الكرام إلى الزميل عصام عبدو الذي سيكون معلقا لمواجهة الملك النصراوي وفخر أبو ظبي الجزيرة. Miguel بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم واحداث هذا اللقاء اللي بيجمع فريق نادي النصر العماني يستقبل في هذا المساء فريق الجزيره الاماراتي. لقاء يقام تحت لواء البطوله العربيه كاس محمد السادس للانديه الابطال، هنا في هذه الليله، هنا في هذا المساء، مساء صلاله، الاجواء الجميله والطقس الجميل هنا في هذه المدينه العمانيه الجميله. يستقبل فارس من فرسان الرهان في هذه البطوله انه نادي الجزيره الاماراتي. تشكيله الفريقين لهذا المساء، ضيف هذه الليله الجزيره، وده طبعا هو الحكم المصري امين عمر اللي هيدير احداث هذه
المباراة بمساعدة سمير جمال من مصر وهشام الرفاعي من السعودية وماجد الشمراني كحكم رابع لهذا المساء. الجزيرة يدخل بعلي خصيف حارس مرمى، 4 مدافعين، سالم راشد على اليمين، سالم العيدي على اليسار، محمد العطاس وميلوس كوسانوفيك يلعبوا 2 سنتر باك النهارده، فوق منهم 3 لعيبه مع نادي الجزيره، عبد الله رمضان وعامر عبد الرحمن تولاني، بالاضافه للثلث الامامي كينو زايد العمري ومراد بتنا. ادي علي خصيف كابتن لهذا المساء بالنسبه لفريق نادي الجزيرة، وعلى الوجه المقابل فهمي سعيد مدافع القلب، ده طبعا واحد من اللعيبة المدافعين في القلب النهارده وكابتن لنادي النصر العماني. صورة تذكارية تاريخية للفريقين طبعا قبل مواجهة اللقاء الإياب. نادي النصر يدخل بتشكيلة بتضم إبراهيم المخيني حارس مرمى، 4 مدافعين، عبد المجيد الأحمدي، و2 مدافعين في القلب فهمي سعيد وغانم الحبيشي، جوردان ديفيد، بالإضافة نص ملعب محمد خصيب، عمر عادل وروك ايسنر. في الثلث الأمامي موجود عمر المالكي وفاجان أفزنان، بالإضافة للاعب إيدن جونازوفيتش. مجموعة اللعيبة اللي النهاردة موجودة على أرضية الملعب. أجواء الحقيقة جميلة جدا، أكيد صراع ما بين الفريقين من أجل الوصول إلى أبعد مدى في هذه البطولة، البطولة العربية، والبطولة اللي الحقيقة يعني بدأت المباريات تحلى وتحمى في كل مكان في وطننا العربي، في ملاعبنا العربية. النهاردة هنا في هذا المركب، هنا في هذا الملعب، هنا في صلالة، في المدينة الجميلة وفي الملعب الجميل الحقيقة اللي بيستقبل فريق نادي الجزيرة. الجزيرة السنة دي دعم فريقه بمجموعة من اللعيبة المميزين جدا، يتقدمهم طبعا كينو نجم الكبير، بالإضافة لمجموعة اللعيبة اللي مع المنتخب الوطني لما بيتواجدوا طبعا بيبقى لهم دور مهم جدا جدا في التشكيل. عموما الجزيرة ياخد الجانب الأيمن من الشاشة مع انطلاقة شوط المباراة الأول وضربة البداية مع الفريق الإماراتي نادي الجزيرة. تمشي على طول الكرة تاني سالم العيد، يرجع إلى ميلوس العطاس، محمد العطاس يبدأ النهاردة المباراة. العطاس تمشي كرة تاني على طول طرف ملعب سالم راشد، الجبهة اليمنى أو المرة دي عن طريق مراد باتنا، أدي مراد باتنا، لكن في الأخير الكرة إلى رمي التماس. نادي الجزيرة عنده مجموعة ممتازة من اللعيبة الشباب، من اللعيبة الصغيرين، وبطولة كأس الإمارات الحقيقة كان ليها دور مهم جدا في أنها تبرز مجموعة ممتازة من اللاعب. النهارده بنشوف اللاعب زايد العمري في عدم وجود طبعا علي مبخوت النجم الكبير وعمر عبد الرحمن وخلفان مبارك، الأسماء الكبيرة. نادي الجزيرة عنده كوكبة من النجوم السنة دي، إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق، وأيضا نتمنى للفريق النصر العماني، فريق اللي بيشارك في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، البطولة العربية الأغلى والأقيم في آخر يعني المواسم. سالم العيدي يشكر تاني العطاس، ميلوس يلعب الكرة على طول أقصى اليسار، أمامية طويلة ممتازة بالنسبة للجزيرة. مراد باتنا خطيرة، مراد باتنا وأمين عمر، لكن ادي مراد باتنا، ادي مراد باتنا، طلق مراد باتنا، محطة مع نادي الوحدة، والنهارده في محطة مع فريق نادي الجزيرة. ادي مراد باتنا وادي امين عمر وادي المدافع، ادي الكرة، لكن على طول كمان اللاعب جوردان ديفيد المدافع الايسر النهارده، واللي هيلعب على باتنا، هيلعب على مراد باتنا. زايد العمري، فرصة مهمة جدا زايد العمري، لما اشوف علي مبخوت النجم الكبير، وادي زايد العمري هو ده المكان الوحيد اللي هياخد فيه فرصة كويسة. زايد لما بيكون علي مبخوت مش موجود، فرصة لزايد العمري ياخد فرصته كويس. ادي على طول عبد الله رمضان، واحد من المكاسب الجميلة لنادي الجزيرة، عبد الله رمضان من مدرسة الكورة ومراحل الناشئين، ثم بعد ذلك يعني لعيب مهم جدا. ده انطلاق على طول تاني، ادي الكرة الامامية، يحاول يعدي خطيرة، ادي خد يا سلام، لكن تسديدة بعيدة وركلة مرمى. ادي زايد العمري ربط مع
اللاعب عبد الله رمضان. المجموعه دي كلها مجموعه الصغيرين طالعين مع بعض من مراحل الصغيره، وادي بيحاول يربط لكن في الاخير تمشي الكره الى ركله مرمى لابراهيم المخين حارس المرمى العماني واللي حامل الاحلام. وادي اللاعب ايدن جوانوزوفيتش المهاجم الخطير جدا والقوي واللي هيعمل ازعاج اكيد للعطاس ولميلوس. تمشي على طول الكره تاني طويله اماميه من اعلى نقطه ممتازه ميلوس لاعب رقم 4 والعطاس 40 وسالم راشد على اليمين رقم 12 وسالم العيدي على اليسار رقم 3. ده رباعي خط الدفاع. بينما على الصوره هنا يظهر عمر المالكي مدافع او لاعب نص الملعب التلك الامامي. وادي امير عمر حكم الحكام المميزين جدا في الدوري المصري وفي القاره الافريقيه ولاعيب مهم جدا عبد الله رمضان. وادي هنا عامر عبد الرحمن لما تحس عامر عاوز يكون حاجه كبيره السنه دي وعاوز يرجع فورمته المعروفه. طبعا عامر مكسب كبير جدا لوسط الملعب لنادي الجزيره كلاعب ارتكاز وكلاعب هاف ديفندر مميز جدا. هذه الجماهير العمانيه الشقيقه الجميله اللي بتحضر هذا المساء بعد 3-4 دقائق. هذه الجميله هنا والاجواء الجميله. شوف جمهور نادي النصر العماني. نصر على فكره اسم منتشر في منطقه الخليج، تلاقي نصر في الامارات، نصر في عمان، ونصر في المملكه العربيه السعوديه. ونادي النصر اسم منتشر بشكل كبير، والزي الازرق عنوان مهم جدا لاي فريق نصراوي. ابتداء طبعا وادي هنا التعليمات في توقيت مهم جدا جدا. بيحاول نادي النصر ان يدخل جو المباراه. عموما الجزيره معاه مجموعه من اللعيبه البدلاء النهارده ممكن يحتاجهم في مستقبل المباراه، لكن غياب علي مبخوت، غياب عمر عبد الرحمن، لعيبه الدوليين، نجم الكبير مبارك، مجموعه الاسماء اللي بتغيب النهارده عن التشكيله بدايه الدوري 20 او 19 ويوم 20 ان شاء الله القادم بالنسبه للدوري الامارات. على طول يستأنف حكم مباراه الخطا عن طريق روكا إيستر. يلعب الروكا غانم الحبشي. ادي غانم ملعوبه الكره تاني في الجانب الايمن عبد المجيد يا احمد عبد المجيد. ملعوبه الكره اماميه ترجع مره اخرى تاني على طول عن طريق ميلوس العطاس. ادي العطاس ملعوبه من العطاس نص الملعب على طول تاني اللمسه. شوف التحرك الحلو قوي الجميل هنا من جانب اللاعب تولاني كاليب. العطاس جبهه اليمين مركز قوي عليها. ادي باتنا ملعب كنز من الملاعب القانونيه، لكن الكنزه عشان كده اللعب والشرط باص على مثل هذه الملاعب مهم جدا. الفرقه بتعرف تنقل الكره على الارض كويس 3 4 5 6 7 نقلات ويشتغلوا بيها كويس، لكن ادي الكلام هنا مركز قوي عليها نادي الجزيره يحضر ويلعب اللونج باص الطويل. ميلوس مدافع القلب. ادي مراد باتنا جبهه اليسرى لسه كينو ما ظهرش ولسه يعني مراد باتنا الاطراف اللي بيلعب بيها نادي الجزيره في هذا المساء. 4-3-3 الجزيره بيلعب بهذا الشكل. ادي هنا زيد العمري ركله المرمى على طول تاني 6-7 دقائق اولى والتعادل السلبي لا يزال قائم بالاهداف. تمشي على طول الكره تاني المخيني على طول الكره تاني في نص الملعب. اللمسه تاني على طول ادي السنده المخيني. يا سلام عليك يا كينو يا كينو تمشي كره تاني على طول لكن الى حارس المرمى خطيره جدا. المخيني بيلعب بالنار المخيني لكن الكره على طول اماميه وفي الاخير الى رمي التماس. تمشي على طول الكره تاني نص الملعب. ادي هنا تحضير في الجانب الايمن محاولات على طول تاني تولاني اماميه الكره تاني على طول اقصى اليسار يمشي كره تاني لكن الجول كيبر ما شاء الله عليه طول وقامه ايه روعه. ممتاز ابو خليل ممتاز ابراهيم المخيني العملاق في حراسه مرمى نادي النصر العماني. تمشي على طول الكره تاني كينو ملعوبه الكره تاني لما قص شعره كينو يعني تحس انه فقط 60-70% من شهرته المعروفه والمعهوده والجو الجميل اللي كان الحقيقه معمول مع كينو في شكله الجميل جدا بعد اداء كان مميز جدا في الدوري المصري لسنوات كانت ممتازه مع الفريق الكبير طبعا مع فريق نادي بيراميدز والحاله اللي عملها كحاله جماليه جميله جدا مع هذا الفريق وكان تألق غير طبيعي. فريق اللي عمل اضافه كبيره جدا للكره المصريه ما فيش شك اطلاقا. فتره البسيطه صغيره
فاينل كاس ووصول لرقم وقيمة كبيرة مع الكرة بصراحة في الفترة البسيطة. ترجع الكرة تاني على طول في الخلف 8 دقائق أولى على طول. أدي سالم العيدي واحد من النادي اللعيبه المميزين جدا، باك ليفت مميز. الجزيره زي ما قلت لك عنده في كل مكان 1 و2 و3. تمشي كره ثانيه على طول عن طريق سالم راشد يلعب مع مراد باتنا. الجزيره مركز قوي عن طريق باتنا، ملعوبه الكره ثانيه على طول اماميه. ادي هنا العمري محطه الممتازه جدا زايد العمري يمشي كره ثانيه على طول في الجانب الايسر سالم العيدي. اما الجزيره تيم تقيل السنه دي جدا بصراحه، تيم تقيل جدا جدا. عامر عبد الرحمن، شوف خلفان مبارك وعامر عبد الرحمن وعمر عبد الرحمن وعلي مبخوت. منتخب الامارات السنه دي الجزيره بصراحه، يعني الجزيره السنه دي اقل حاجه ياكل الاخضر واليابس بصراحه. فرقه تيم تقيل جدا جدا، مجموعه شباب وناشئين طالعين، يعني حدث ولا حرج. ترجع الكره تاني على طول في نص الملعب. هيبقى عبء عليك كبير يا راجل، كبير جدا طبعا، هيبقى عبء عليك كبير قوي مع التوليفه دي كلها لما تعمل التدوير. ماتشات الكاس زي ما قلت لحضراتكم افادت كتير نادي الجزيره بمشاركه مجموعه من لعيبه الشباب. على طول اماميه الكره طويله من العطاس، مركز الجزيره جدا عن طريق مراد باتنا. ادي باتنا الخطير، باتنا والعرضيه اين زايد العمري والعرضيه، لكن الحارس سهله جدا عن طريق ابراهيم المخيني. سهل ابراهيم المخيني تمشي على طول الكره تاني. ادي فاجان افزنان، فاجان وحشه من فاجان، مقطوعه من فاجان، يلعب على طول الكره تاني لكن رمي التماس. عبد الله رمضان، ادي عبد الله رمضان مكسب كبير جدا طبعا، واحد من الشباب اللي طالعين مع نادي الجزيره. عبد الله رمضان دي ماريا الجديد بتاع نادي الجزيره، لعيب عنده رؤيه وعنده فيجن وعنده شغل ممتاز. ادي كينو، هو ده كينو، ربي شعرك يا كينو، ربي شعرك يا رجل. ادي كينو وادي الخطا وركله حره مباشره، وادي امين عمر. كينو ركله حره مباشره، مكسب كبير طبعا بكل المقاييس لنادي الجزيره يستقدم هذا اللاعب ماركوس كينو. ماركوس كينو ان شاء الله يمتع الدنيا كلها في الدوري الاماراتي السنه دي. كينو شوف المهاره، عنده مهاره عاليه جدا طبعا، في الواحد ضد واحد ملوش حل، هو استاذ الاساتذه. ترجع الكره تاني على طول في الخلف عن طريق ميلوس. نادي الجزيره استقطب لعيبه اجانب وبدا يهتم قوي بالجزء الدفاعي طبعا، لكن عنده بعض المشاكل في فترات من فترات الموسم الماضي في بعض مبارياته طبعا. 10 دقائق اولى تعادل سلبي، النصر العماني 0 والجزيره الاماراتي هو الاخر 0. خطيره جدا، هاند بول هاند بول. انما شوف امين عمر، ستايل ما شاء الله، حكم شاب وحكم جميل وحكم مميز وعنده سمات وصفات اراديه جميله، ثقته بنفسه، قدراته العاليه، المباريات الكبيره اللي ادارها في القاره الافريقيه تؤهله الحقيقه انه يكون حكم الحكام الممتازين في هذه البطوله، في اغلى البطولات طبعا، كاس محمد السادس للانديه الابطال. على طول الكره تاني كالعاده. ادي السيستم اللي بيلعب بيه الجزيره، مدافع القلب على طول ميلوس، والعرضيه لباتنا، خطير باتنا، سلام يا باتنا، هوبا خطيره ومحاوله، ولكن يطلع الدفاع. الجزيره احسن، افضل، استحواذه احسن، لكن بيلعب بستايل واحد، بيلعب بشكل واحد، يحضر ميلوس ويلعب الكورس العكسي هناك عند مراد باتنا، ولكن لحد الان عمل منها مرتين خطوره، ولذلك لابد نادي النصر طبعا العماني يخلي باله كويس، هو ده الشغل اللي شغال عليه وهو ده الضغط اللي ضغط عليه من الجبهه اليسرى. على طول الكره تاني باك ليفت مقطوعه، لكن في فاول وركله حره مباشره. لما اشوف الثقه بتاعت سالم العيدي يستلم ويخش لجوه، ولكن في خطا على اللاعب فاجان افزنا، اسمه حلو بقى، اسمه على الوزن والقافيه، فاجان افزنا. تمشي على طول الكره اماميه، ترجع الكره مره اخرى تاني على طول زايد العمري، بينزل لتحت قوي هنا زايد العمري كتير. على طول الكره تاني ميلوس، يا سلام، هاتوا خد، الله حلوه زايد العمري لكن مقطوعه. نشوف عبد الله رمضان، لمساته حلوه بصراحه، عبد الله رمضان لمساته جميله، اللعيبه اللي عندها خيال وابداع. تولاني يلعب، تولاني عبد الله رمضان. احتار الجزيره السنه دي يلعب مين ولا مين في نص الملعب، اما عنده لعيبه مهمه جدا. تمشي على طول الكره تاني سالم راشد، مراد باتنا، اكتر لعيب مؤثر في نادي الجزيره او في الملعب بشكل كبير. نصر مراجع جدا في نص ملعبه، يحترم نادي الجزيره احترام كبير طبعا. ترجع الكره تاني، شوف حتى اللاعب ايدن برازوفيتش راجع وكمان. تمشي كره تاني على طول ميلوس، سالم راشد، ميلوس
يلعب الكرة تاني على طول ميلوس، تمشي على طول أمامية، اللمسة تاني عامر عبد الرحمن يا ولد، يرجع الكرة تاني على طول لصالح نادي الجزيرة، ملعوبة الكرة تاني. شوف روك إسنر كل لعيبة بترجع، حتى إيدن لو نادي النصر عمل الهجمة المرتدة ما بيكونش حد موجود خالص في التلت الأمامي. يلعب الكرة على طول أمامية تاني، أي كلام، وحشة خالص من سالم العيدي، ورمي التماس. رمي التماس 13-14 دي يلعب، وادي التماس، ادي عبد المجيد الأحمدي المدافع الأيمن اللي بيلعب في تشكيلة نادي النصر العماني، لما النصر لسه حتى الآن عملية البناء مش موجودة. ادي الانطلاقة تاني في نص الملعب، ادي عبد المجيد دخل لجوه ويرجع تاني على طول في الخلف إلى فهمي سعيد. غانم أمامية على طول تاني جميلة عبد المجيد، الباك اليمين على طول لصالح نادي النصر العماني. ترجع الكرة تاني، الضغط العالي هنا من عبد الله رمضان، لكن يقطع وتروح الكرة إلى فهمي سعيد. جوردان فهمي سعيد كابتن نادي النصر العماني، تطور كبير في السنوات الأخيرة للكرة العمانية. استمتعنا بالمنتخب العماني في بطولات الخليج، وقد ايه حصل تطور للرياضة في عمان وكرة القدم، والمواهب الجميلة اللي بدأت تظهر مع الكرة العمانية خصوصا في بطولات الخليج. والاستمتاع بمنتخب الحقيقة جميل جدا في أدائه في كورته في جماعية، في حاجات جميلة في السنوات ال10-15 سنة الأخيرة بصراحة للكرة العمانية. ربع ساعة أولى ولا زال التعادل السلبي قائم بلا أهداف. ادي العملاق فاجانت هو واللاعب إيدن. أعتقد لو أتيحت لنادي النصر كرات عالية ممكن لعيبة أصحاب الطول والقامة دول يعملوا مشاكل على دفاعات نادي الجزيرة. ترجع الكرة تاني على طول عن طريق العطاس إلى ميلوس، ملعوبة الكرة في اليسار تاني سالم العيد. ميلوس جبل يسرى تاني، هيركز عليها لكن أرى باك الشمال على طول جوردان ديفيد بدأ يميل على مراد باتنا. يمشي كرة تاني على طول عطاسية للعطاس، العطاس وسالم راشد وباتنا اللمسات. لكن شوف هنا، شوف عبد الله رمضان غاوي الوان تاتش الجميل ده، بيفرق كتير طبعا، بيعرف يحرك التيم كويس، وزي ما قلت لك من اللعيبه اصحاب المهارات العاليه. ترجع الكرة تاني للكابيتانو فهمي سعيد. فهمي سعيد اماميه تاني للجزيره على طول تاني عبد الله رمضان. ما لحقش كوره هنا عبد الله رمضان، تمشي كوره تاني بعيده ولكن الى ركله مرمى. ادي الجمهور العماني، تعادل السلبي لا زال قائم بلا اهداف هنا في هذا المساء. نادي الجزيره معاه محمد عبد الله، مسلم فايز معاه يوسف المنصوري، احمد الحمادي وعبد الله الحمادي وعبد الرحمن العمري وفيصل المطروشي، مجموعة اللعيبة اللي على مقاعد البدلاء بالنسبة للفريق الجزراوي. بينما النصر معاه على مقاعد البدلاء أنور بن مبارك، نادرين عوض وفيصل بن محسن والمعتصم بن ناصر وسلطان بن سعيد وحسن بن راشد وعبد الرحمن سمي. مجموعة اللعيبة اللي موجودة على مقاعد البدلاء. على طول تاني مراد باتنا، واحد من أنشط اللعيبة في المباراة بشكل كبير جدا في أول 16 دقيقة. يلعب تمشي على طول الكرة تاني باتنا وأمين عمر تاني، لكن مشى الكرة تاني أمين عمر قريب من الحالة، وفي فاول المرة دي ركلة حرة مباشرة. أدي أمين عمر الحكم المصري اللي بيدير أحداث هذه المباراة، ولا زال التعادل السلبي قائم بلا أهداف. شوف اللمسة هنا على طول عامر عبد الرحمن يلعب التمرير حلوة، لكن تحرك مراد باتنا. وادي جوردان ديفيد يلعب النهارده يعاني معاناة شديدة جدا جوردان ديفيد، والرقابة هنا أيضا من جانب المدافع فهمي سعيد، ده مدافع القلب اللي بيلعب جنب غانم وجوردان وعبد المجيد، أربعة المدافعين. وادي حارس المرمى الحارس إبراهيم البخيني. إبراهيم البخيني يمشي على طول الكرة تاني أمامية طويلة عالية، ترجع الكرة تاني على طول في نص الملعب أمامية الكرة تاني، لكن ادي الضغط العالي واللمسة
مقطوعه كره تاني طويله خطيره جدا للجزيره. زايد العمري يا ولد يا ولد، لعيب كوره بصراحه. زايد العمري لعيب ستايل وعنده كره كويسه. ونادي الجزيره لما يبقى عنده علي مبخوت طبعا قيمه كبيره. كل الشباب اللي طالعه عايزه تكون علي مبخوت طبعا قيمه، واحد من احسن لعيبه يمكن اللي جم كره القدم الخليجيه يتحرك بدون كوره، وده اللي عامل قيمه وقامه كبيره لعلي مبخوت، ان انت بعد الكوره بدون كوره التحرك بتاعك ناهيك عن المهاره العاليه والقوه والاهتمام والانضباط الممتاز. يمشي على طول الكره خطيره. كينو يعدي من اي حد، ده يعدي من اي حد. كينو ولا عرضيه، الحركه بتاعته المعروفه، الحركه المعروفه بتاعته اللاعب كينو. ادي كينو، ادي كينو نيو لوك الجديد، كان مربي شعره بشكل جميل جدا جدا، الناس كانت عارفاه، لكن لما وحشته بقى كلمه نعيما حلق شعره بشكل كبير، وبعد ذلك اصبح كينو مع نادي الجزيره في النيو لوك الجديد. انما هو حاله كرويه جميله، ومن وجهه نظري هيعمل شغل مميز جدا في دوري الخليج العربي مع التوليفه اللي عملها نادي الجزيره، ومع التدعيم القوي جدا طبعا اللي بدا يفكر فيه، وبدا يفكر الجزيره على مستوى قاري ولملاء. تمشي على طول تاني عمرو عبد الرحمن الى ماركوس كينو، والكره العاليه العرضيه خطيره، لكن يطلع تاني الدفاع، يطلع تاني الدفاع. تمشي كرة تاني لمراد بتنا وكينو هناك اقصى الجبهة يا ولد، حارس هايل ابراهيم المخيني، هايل ابراهيم المخيني، ممتاز ابو خليل. ابراهيم المخيني، ادي ابراهيم المخيني وركله ركنيه، انما شوف الكرة فيها لفه لفه لفه، لكن هو طول وقامه ومن ايده القريبه ابراهيم المخيني. لو سابها للايد اليمين كانت ممكن تعمل مشكله، هو خدها باقرب ايد، طلعها كويس قوي المخيني وركله ركنيه. تلت ساعه اولى مع انطلاقه شوط المباراه الاول. وادي كينو الجزيره، العرضيه من البرازيل النجم الكبير، لكن تمشي على طول الكره تاني الى مراد بتنا. انا بشوف القدرات العاليه بتاعت اللعيبه بتاعت نادي الجزيره في الاطراف. تمشي على طول الكره تاني الى عبد الله رمضان دي ماريا، يلعب الاماميه، لكن في الاخير الكره الى رمي التماس. ادي عبد الله رمضان. الشباب اللي طالعين صغيرين، عندك ادوات وعندك قدرات وعندك لعيبه مميزه تقدر تستفيد منهم. مدرب اللي يعمل عمليه الروتيشن كويس ويحضر 1 2 3. مباريات البطوله العربيه مكسب كبير ايضا. مش سلام عليك زايد العمري، بقول لك لعيب كوره زايد العمري. ادي زايد العمري لعيب كوره مهم جدا، ومن المكاسب اللي ان شاء الله تكون السنوات القادمه لنادي الجزيره. ادي زايد، تراجع للدفاع العماني، لسه ما شفناش حاجه من فاجان ولا ايدن. حارس المرمى ابراهيم، ادي ابراهيم تركيز العالي جدا في المباراه، وعارف انه بيلعب امام لعيبه خطار جدا على المستوى الهجومي الفريق الامارات. ابراهيم صالح المخيني يمشي على طول الكره اماميه طويله عاليه، محاوله ثانيه على طول عامر عبد الرحمن، لعبه ثاني نص الملعب، لكن ادي الانطلاقه جوردان، اللمسه في نص الملعب على طول ثاني عمانيه اماميه طويله. مشكله نادي النصر هنا بقى في الثلث الاخير، دي المشكله الكبيره اللي بيقابلها نادي النصر هنا في الثلث الاخير من ملعب نادي الجزيره، يعني ما بتلاقيش مسانده، مفيش معاونه، مفيش تحرك هجومي ايجابي. تماس على طول تاني سالم راشد، ترجع الكره على طول تاني ميلوس، اللمسه للعطاس، ادي العطاس محمد العطاس المدافع بتاع القلب تاني. تمشي على طول الكره تاني سالم راشد يلعب على طول تاني ميلوس، هيحضر ناحيه هناك، غير رايه تاني. ارى فريق النصر بقى شغلانه. كينو يا ولد، خطيره جدا. هو ده كينو يا ولد، الجول كيبر عالمي، ممتازه، هدف الجزيره يا ولد. الله، ما لهمش حل. الله، شوف تحرك كينو وزايد العمري ولاعيبه كبار جدا جدا جدا. الجزيره عنده كوكبه من اللعيبه المهمه قوي الحقيقه، وادي الهدف الاول الجميل لصالح نادي الجزيره. اذا زايد العمري، وشوف التالق الجميل، شوف التحرك بدون كره اللي بقول لك عليه، واول مره يتحرك بسرعه هنا للثلث الامامي زايد العمري، والهدف الاول الجميل لصالح نادي الجزيره. اذا هدف اول جميل للجزيره عن طريق زايد العمري، يسجل الجزيره اول اهدافه عطفا على تفوق. شوف الجمله، شوف كينو، الله على اللمسه
الحلوه، الله على اللمسه الحلوه دي، المتابعه وقيمه اللعيب الهدف. شوف كتمه الكوره، لعيب كوره ادي عامر عبد الرحمن، يا ولد على التمريره، يا ولد على التمريره بتاعت عامر عبد الرحمن. ايوه كده رجع شريط الذكريات لما اشوف كينو وخطوره كينو وعامر عبد الرحمن والتمريره وسط 4 لعيبه. لا 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 لا, لا لعيبه كبار طبعا. الجزيرة السنة دي معاه مجموعة مميزة جدا من اللاعبين، وادي يتقدمهم طبعا اللاعب كينو وعامر عبد الرحمن اللاعب الدولي الاماراتي الكبير، والتمرير الحلو قوي والتحرك بتاع كينو وزايد العمري، والهدف ده يدل دلاله شديد انه لعيب كوره. شوف كتمه الكوره، وانه لعيب من اللعيبه طبعا اصحاب الاسم الكبير في البوكس، وعنده حاسه تهديفيه جميله. 23 دقيقه لعب، الجزيره يقدم 22-23 دقيقه، عنده افضليه كبيره، بينما فريق نادي النصر كان في حرص شديد من جانب فريق نادي النصر امام الجزيره، لذلك بيلعب حوالي 23 دقيقه كله في نص ملعبه، ولحد الان ما قرناش ولا شفنا علي خصيف لسه ما ظهرش، ولا خطوره تذكر من الفريق نادي النصر على فريق نادي الجزيره. تمشي على طول الكره تاني لنص الملعب. ميلوس مش عارف ليه منكمش قوي الراجل كده، بيحاولش ليه يهاجم، ما بيحاولش يتحرك للتلت الامامي على فريق نادي الجزيره. تحس المباراه وان سايد جيم، وفي تراجع بشكل كبير جدا للاداء العماني في نص الملعب. ايوه ادي الانطلاقه الاماميه، لكن يقطع تاني العطاس، واللمسه مره اخرى تاني، وادي علي خصيف، ادي حارس مرمى نادي الجزيره علي خصيف. ترجع الكره تاني ميلوس، يحاول يضغط ضغط عالي، شوف بيتكلم معاهم على طول ايدن، لازم حد يعمل الزياده العدديه ويروح لقدام شويه. تمشي على طول مره اخرى تاني سالم راشد باك اليمين، سالم راشد، مراد باتنا لمسه تاني على طول الى عبد الله رمضان، ملعوبه الكره تاني لكن مقطوعه تاني على نص الملعب. ادي الانطلاقه حلوه جميله، لكن على طول يقطع الدفاع تاني. كل شغل فردي هنا، محمد خصيب وعمر عادل ولاعيبه نص الملعب. ادي على طول عبد الله رمضان، تمريره تاني في العمق، محاوله تاني زايد العمري، زايد يا ولد خطيره، اوف سايد على كينو. ادي كينو، ادي ماركوس كينو، مهاره عاليه جدا بالنسبه لماركوس كينو، والتسلل على كينو واضح جدا. زايد العمري، والتسلل فعلا اوف سايد على كينو، وتسلل على الفريق الامارات. تسلل بعد 25 دقيقه لعب، نقترب اليهم التعادل او تقدم لصالح الجزيره بهدف جميل لزايد العمري. تمريره كانت ممتازه من جانب عامر عبد الرحمن، والتحرك الرائع بالنسبه لكينو، ثم الفولو والمتابعه. وما ننساش ان الحارس تالق بصراحه ابراهيم المخيني في اللقطه الاولى والكره الاولى بتاعت اللاعب كينو. ترجع الكره تاني على طول من جديد، المخيني، غانم، روك ايسنر، يلعب روك، محطوطه على طول تاني نص الملعب. ادي اللمسات هنا، محمد خصيب، يلعب محمد في الجانب الايسر الى جوردان ديفيد. من وجهه نظر النصر بدأ بحرص شديد جدا، حرص مبالغ فيه كبداية لماتش النهارده، كبداية لمباراة اليوم أمام فريق نادي الجزيرة، والحرص خلاه تراجع وانكمش، وسجل نادي الجزيرة هدف أول عن طريق زايد العمري ليعطي له أفضلية طبعا بعد حوالي قرابة 26 دقيقة لعب. على طول الكرة تاني لصالح نادي النصر تاني، ادي الاستلامة. الجزيرة بدأ يتراجع للخلف، نصر يستحوذ الآن على المباراة. تمشي على طول الكرة أقصى الجانب الأيسر تاني، ادي الانطلاق إلى ديفيد، جوردان ديفيد يلعب الكرة، ديفيد تمريرة حلوة ممتازة، ممكن اوف سايد. أول كرة خطيرة يعني لنادي النصر، لكن تنتهي بالتسلل. ده مدافع الأيسر جوردان ديفيد، في كل مركز وفي كل خط في تشكيلة نادي النصر لعيب أجنبي. جوردان اهو في اليسار في الدفاع، ورك في نص الملعب، وفي منهم على طول فاجنر لو هو بيلعب 4-2-3-1، وبتلاقي في التلت الامامي على طول ايدن. 4 اجانب موجودين مع نادي النصر العماني، وفي الوجه المقابل موجود باتنا كلاعب اجنبي، وميلوس تولاني كليب، بالاضافه للاعب كينو لاعب رقم 11،
اللي ان شاء الله اتمنى يكون يعني حبه كريس جديده في تشكيله الفريق الاماراتي، في تشكيله نادي الجزيره مع بدايه السيزون، مع بدايه الموسم. ادي الكلام تاني كالعاده، المره دي اتلعبت وحشه لكن واضح ان في تكتيكس هنا. الراجل ده ما يعملش الكلام ده كده عمال على بطال غير بتعليمات. علي خصيف، علي خصيف، وترجع الكره حلوه. ادي علي خصيف، علي خصيف يمشي على طول الكره العيدي، العيدي سالم يمين وسالم شمال، والجزيره سالم من كل حاجه لحد الان. ادي الانطلاقه والخطا وركله حره مباشره، خطا وركله حره مباشره. انا عجبني بصراحه، عجبني قوي في تحركاته النهارده زايد العمري، عجبني جدا. لعيب بيتحرك بره البوكس هاي، شوف دايما محطه. وادي الاستلامه الحلوه والمهاره الجميله، وادي الخطا وركله حره مباشره. ادي زايد العمري بيلعب من بدري، كان متواجد الموسم الماضي، السنه دي فرصته في عدم وجود علي مبخوت كخيار اول اكيد بالنسبه للراجل. وادي زايد العمري فرصه النهارده يلعب المباراه من اولها، وعامل جيم كبير بصراحه النهارده هو ومراد باتنا وكينو وباقي الرفاق. رمي التماس على طول من الجانب الايسر. ادي مراد باتنا لعيبه الشباب، هل ممكن تقدر تاخد مكانها في ظل التخمه من اللاعبين في فريق نادي النصر؟ هل ممكن هناك جديد في عمليه التحول بالنسبه للعناصر الاخرى لتشكيله اخرى؟ انما واضح ان اللاعب اللي هيلعب اساسي مع الجزيره في ظل هذه الاسماء هيبقى ليه دور كبير جدا، على مجهود كبير هو اللي يبذله بصراحه. تمشي على طول الكره الثانيه لعطاس. نصف ساعه الاولى من شوط المباراه الاول، والمباراه من وجهه نظري قعدت حوالي 23 24 25 دقيقه، وان سايد جيم، افضليه بالنسبه للجزيره الاماراتي على فريق النصر العماني. رمي التماس على طول ثاني من اليسار، سالم العيد يلعب العيد، عامر عبد الرحمن سالم. شوف عامر قال له العب تحت يا راجل، العب تحت، الاكبر منك يوم يعرف عنك بسنه يا سالم يمشي كره ثانيه على طول ملعوبه الى تولاني. سالم ورمي التماس لنادي الجزيره. الخطا هنا على لاعب روك إيسنار، لاعب نص ملعب مع عمر عادل مع خصيب ومع فجان افزنان ومع اللاعب عمر المالكي. عمر عبد الرحمن يا ولد لعيب كوره كبير جدا طبعا، عمر او عامر لما بيكون فورمه. يا الله على عامر عبد الرحمن لما بيكون فورمه، لاعب كبير جدا. كان بيرتدي دايما القميص رقم 5، لكن في الجزيره ياخذ القميص رقم 22، ياخذ القميص رقم 22 مع نادي الجزيره. تمشي على طول الكره ثانيه عن طريق مراد باتنا. على طول فاول لصالح ايدن العملاق بتاع نادي النصر. ادي ايدن جونازوفيتش، عملاق مهاجم بيضطر يهرب طبعا نتيجه ان نادي الجزيره ضغط مسيطر هنا. خطيره جدا ممتازه، محاوله يا ولد، لعيب جميله، هوبا فرصه هدف تضيع. يا الله فاجان، فرصه العمر تيجي. فاجان غريبه جدا جدا جدا، اخطر كره وحصل سرحان وتوهان لدفاع نادي الجزيره، وفاجان يضيع الدنيا، يضيع فرصه التعادل، يضيع فاجان. شوف الكره سالم العيدي هربت هنا، ما احترمش المهاجم هنا، كان فاجان هيكلف نادي الجزيره. اوبا حتى ترقيصه غريبه ازاي رقصوا كده. ايه سالم العيدي، بص سالم بينط بطريقه غريبه، بص يا سلام حلوه، لكن وجه القدم فكرتها جميله قوي لكن تنفيذها وحش. عاوزه لعيب كوره جامد قوي بقى، عاوزه سبرين انكل كده فليه ما فيهوش عظم، وتلف الكره بوجه القدم اليسرى وتحط الصباع الصغير في المقص اليمين. حلوه الترقيصه، وسالم يعني الراجل رقصه بالتليفون لكن ما قدرش يترجم الفرصه الخطيره. فجأة وان تاتش حلو قوي، اللمسه الاولى دي حلوه، اللمسه الواحده حلوه في الكوره عملها سالم حلوه لعامر عبد الرحمن، لكن في الاخير في خطا وركله حره مباشره. اعتقد نادي الجزيره بهذه المجموعه من اللعيبه هيكون له دور مهم جدا جدا في بطوله الخليج العربي، مع مجموعه طبعا تدعيمات لكل الانديه، لذلك ان شاء الله نتمنى ان احنا نستمتع بسيزون جميل. على طول تاني سالم راشد، جبل يسار شغاله اكتر عند الجزيره من جبل يمين، برغم ان مراد باتنا من التلت اللي قدام وانت رايح كده مراد باتنا هو اللي بيعمل خطوره. كينو بص هو ده هيعمل له الحلويات. كينو يا ولد، بص مش ممكن، رهيب
رهيب رهيب رهيب كينو. ادي اللمسه على طول تاني، يمشي على طول الكره تاني لصالح عبد الله رمضان. يلعب رمضان مش عارف كينو قص شعره ليه بصراحه، يمشي على طول الكره، كل واحد حر طبعا، لكن يعني كان عامل له شكل حلو قوي وكان عامل له تميز، لكن هو من اللعيبه الكبار جدا طبعا، اللعيبه الكبار جدا والاضافات الكبيره كلاس ايه بصراحه كلاعب كره قدم في هذه البطوله في كاس محمد السادس. جزيرة كمان عنده فرصه كويسه يذهب بعيدا في هذه البطوله لما يملكه من كوكبه مميزه من اللعيبه. 33 دقيقه لعب. نادي النصر الكره الجميله والخطيره ضيعها فجان اللي كان ممكن يعيد بيها الامور. انما شوف هنا زيد العمري عامل ماتش حلو قوي، بيتحرك حلو بصراحه، تحركه جميل، بينزل وبيكون محطه ولد صغير لكن حاجه جميله. شوف الاستلامه الحلوه، ستايل بقى. وعاوزين نرجع عدنان الطلياني يا جماعه، عاوزين حاجه كده زي عدنان الطلياني بتاعت زمان، الطول والقامه والاسماء الجميله دي كلها طبعا، وفائد خميس والعظام دي بتاع الكره الاماراتيه، اللعيبه طوال القامه اللي كانوا يعني يشوفوا الملعب من بره الملعب كقيمه كبيره، وعندهم رؤيه واستلامه تحت ضغط وحاجه. شوف هنا زيد العمري تحركه مع سرعه مع تحرك مع لفه وسط ودوران جميله. 34 دقيقه لعب والتقدم لسه لصالح نادي الجزيره هدف وحيد. نادي النصر بدا منكمش زي ما قلت لحضراتكم بشكل كبير جدا. اول حوالي 26 دقيقه راجل حط النصر في نص ملعبه، وادى الجزيره عاملين مهمين في الكوره، عمليه الوقت وعمليه المساحه، ودول عاملين طبعا كان يتمناهم اي لاعب ولقاهم الجزيره فسجل اول اهدافه. ما ننساش التمريره الحلوه بتاعت عمرو عبد الرحمن والتحرك الجميل بتاع اللاعب ماركوس كينو والتالق في نص دوت لابراهيم البخيري حارس مرمى الفريق النصراوي العماني، ثم المتابعه الجميله لزيد العمري اللي تدل دلاله شديده النهارده انه واحد من اللعيبه اللي عاملين ماتش كويس. اول حاجه انه بيتحرك بدون كوره كويس. ركله حره مباشره على طول تاني. ادي عامر عبد الرحمن، ادي عامر، شوف اللمسه وادي الاستلامه تاني، لكن هنا خطا هاندبول. عجبني قوي بصراحه امين عمر، اتحرك كويس، عنده قراراته كلها قريب من الحاله. وادي هنا الخطا والركله الحره. الماتش صعب طبعا، اكيد بيشوفوا النصراوي امام فريق نادي بقيمه نادي الجزيره. عدت وحشه قوي خطيره. جوردان ديفيد قليل جوردان ديفيد من وجهه نظري. شوف تمركزه هنا وتوقعه في الكره خطير جدا. يرجع الكره تاني عامر عبد الرحمن يحضن بجسمه لما يلاقي المسانده، يلاقي المعاونه، وفي الاخير ياخد رمي التماس. اللعيبه الاجانب بتوع نادي النصر اجسامهم قويه، كلهم الاربعه اجسامهم قويه، لكن المردود الفني لسه مش هو على مستوى القوه الجسمانيه اللي موجوده. 10 دقائق اخيره على نهايه الشوط الاول. ادي على طول تاني مراد باتنا اشتغل فردي، المسانده كانت قليله وقريبه من سالم راشد، لكن على طول مره تانيه يستحوذ تاني الفريق النصراوي. هاتوا خد جميله، 3-4 نقلات حلوه، يمشي على طول قدام، لكن رتم اللقاء يزداد اثاره نوعا ما في الهاف تايم الاول. يمشي على طول الكره تاني على طول عبد الله رمضان او عامر عبد الرحمن. عبد الله رمضان دايما فوق منه، وتولاني كليب لاعيبه اللي بتلعب بتأمن نص الملعب. 9 دقائق الاخيره خلاص على نهايه الشوط الاول، والكره الاماميه الطويله. يرجع الكره تاني خطيره، متابعه، بدا يكون ما فيش اهتمام لنادي الجزيره، لكن على طول هنا ميلوس بدا النصر يعمل مشاكل. يا سلام على لفه الوسط، الله تولاني على طول تاني. شوف عبد الله رمضان لمساته الحلوه. لا الجزيره جميل، مجموعه ممتازه. يمشي على طول الكره العرضيه من باتنا، يا سلام، كراته عرضياته خطوراته، ولا ده كينو. كينو على الخلفيه المزدوجه. ادي كينو مفيش حد خالص، لازم اللعيبه يكونوا مراقبينه. كينو الله عليك يا كينو. لكن ركله مرمى. الاخوه العمانيين طبعا يشاهدوا المباراه، يستمتعوا بالمباراه، العلاقات الجميله اللي بتجمع الامارات مع عمان مع كل الاشقاء العرب هنا في هذه البطوله تحت لواء الاتحاد العربي لكره القدم. الاتحاد اللي موفر لبن العصفور بالنسبه لهذه البطوله من اجل ذهابها بعيدا
ولا حقق قيمه كبيره. عبد الله رمضان دي ماريا بتاع فريق نادي الجزيره لفه الوسط الحلوه قوي، انما شوف العطاس النهارده. العطاس مع انه ولد صغير ولعيب صغير في السن، لما يديك درس كبير جدا في الهروب الكبير. الهروب عنوان العطاس، يتحرك تحرك ممتاز. شوف 37 38 يلعب، لما يديك درس مميز جدا في انه لعيب بيتحرك من تحت لفوق ويكون محطه ممتازه بالنسبه لنادي الجزيره، عطفا على مساحه الملعب. ان لعيب الكوره لما بيقدر يخلق هنا انه يتحرك كويس ويشتغل من الرقابه ويهرب من الرقابه، اذا العطاس وهو كمان صاحب هدف المباراه الوحيد ما ننساش في هذه المباراه. سيطره بالنسبه للجزيره، كره وحيده خطيره جدا يضيعها اللاعب فاجان افزنان نتيجه عدم اهتمام الخط الخلفي بالنسبه لنادي الجزيره. اعتقد دي اهم الخطوط اللي ممكن يتكلم معاهم الراجل على الهجمه الخطيره الاخيره بالنسبه لنادي النصر. عبد الله رمضان يمشي كره ثاني، كينو خطير جدا المره دي، هنا الباك شمال، العرضيه لكن الكره ركله مرمى. سالم العيد ركله مرمى. مطلوب شغل كبير جدا من نادي النصر في الهاف الثاني، مطلوب اكثر جراءه هجوميه واكثر تحرك هجومي ودافع معنوي كبير ان ممكن يعيد الحسابات من جديد في الشوط الثاني فريق نادي النصر العماني. قوة كبيرة جدا جسمانية عند الأربعة اللعيبة الأجانب مع فريق نادي النصر، لكن الفرصة السهلة الخطيرة اللي ضيعها فاجان كانت ممكن تعيد النصر العماني إلى نقطة البداية، إلى 1-1 هنا في هذا المساء، هنا في عمان الجميلة، هنا في صلالة الجميلة، وهنا في هذا المجمع الرياضي الجميل. بنية تحتية جميلة ومكان لكرة القدم للرياضة بشكل جميل هنا في عمان، بالاهتمام الكبير في 10-15 سنة الماضية لكرة القدم والرياضة بشكل أو بآخر. تمشي كرة تاني على طول عن طريق العطاس وعبد الله رمضان وأسراع القويط. شوف حاول هنا على طول اللاعب نص الملعب، لاعب رقم 28 حاول يضغط لكن الاستخلاص تاني حاضر. لاعب فهمي سعيد مدافع القلب. تمشي كرة النصر تاني ممتازة، ممكن النصر يمشي للتعادل. محاولة على طول تاني هناك في الجانب الأيمن، هذه الانطلاقة الأمامية، محاولة للنصر تاني، عرضية خطيرة ولكن يطلع الدفاع وتمشي لعامر عبد الرحمن ويطلع على طول تاني سالم العيدي. ضغط نصراوي عماني والتصويبة لكن بعيدة إلى حارس المرمى، سهلة إلى حارس المرمى علي خصيف. ادي علي خصيف، ادي جمهور نادي النصر. شوف التقاليع الجميله، شوف الاشقاء العمانيين هنا، استمتاع رهيب وجميل جدا في هذا المساء، وحب وعشق اكيد لنادي النصر الازرق العماني، لكن لسوء البخت يصطدم مع حاله فنيه جميله ومع مجموعه ممتازه لنادي الجزيره. تخيل بقى لو موجود علي مبخوت وعمر عبد الرحمن وخلفان، يا نهار ابيض، 3 ديناميت، 3 لعيبه ديناميت يا حبيبي ديناميت. شوف الجزيره بيغيب عنه مثلث برمودا، مثلث رهيب. يمشي النصر تاني، ادي الانطلاقه لكن على طول يقطع الكره تاني. انما السؤال يفرض نفسه، هل نادي الجزيره مجموعه الاسماء والكواكب الجميله دي كلها ممكن تذهب بعيدا قاريا بالنسبه لهذا الفريق ام لا؟ هل ممكن يكون التارجت في السنوات القادمه ال5 القادمه ان شاء الله النصر او نادي الجزيره يذهب بعيد على مستوى القاري، على مستوى القاره الصفراء ام لا؟ ادي على طول تاني مربتنا، واحد من الاسماء اللي اتت بها اداره نادي الجزيره من اجل صناعه تاريخ جميل وجديد بالنسبه لفخر ابو ظبي. ركله حره مباشره على طول تاني. ابو ظبي الرياضيه اللي حاضره طبعا في البطوله العربيه في كاس محمد السادس، ان شاء الله من الادوار القادمه هناك تغطيه مثاليه عالميه جميله ان شاء الله بالنسبه لابو ظبي الرياضيه. انطلاق على طول تاني، القناه طبعا الولاده والقناه اللي ما عندهاش تحديد النسل في قلب الاسماء الجميله اللي تضيف الى الاعلام العربي. اللمسه الحلوه النصراويه، الله هو ده الكلام. مساحه اديني مساحه واجري في الساحه. يمشي على طول النصر تاني ممتازه لكن يقطع الكره على طول وركله الى حارس المرمى. خبط الكره في اقدامه ولكن ادي محمد خصيب. اين انت يا ابو حميد؟ محمد خصيب لاعب نادي النصر العماني واللي كان عنده مساحه لو عدى من لاعب ميلوس كان ممكن يقابل علي خصيف 1 لواحد، فارس لفارس، لكن ما راحتش الكوره. خلاص 3-4 دقائق اخيره على نهايه شوط المباراه الاول. في المباراه الحقيقه اللي من وجهه نظري في النصف ساعه الاول كانت كلها لنادي الجزيره الاماراتي باستثناء الهجمه
الخطيرة والهجمة اللي كانت يقدر فجان يسجل من خلالها التعادل، لكن الجزيرة سيطر بشكل كبير. ممكن اللي سلم الأمور دي كلها نادي النصر طبعا. يا سلام على المهارة الجميلة. ادي على طول تاني كينو 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 كينو، وادي عمرو عبد الرحمن. حد بس يظبط الولاد دول سيمفونيا هيبقى ما لهمش حل خالص. وادي كينو وركلة حرة مباشرة. رهيب رهيب كينو طبعا. كينو ده رهيب. كينو ده رهيب رهيب رهيب. شوف توقيفه، شوف ترقيصه، شوف 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 شوف. يا ولد عليك يا كينو، يا ولد عليك يا كينو. فريق ما شاء الله. هيبقى فيه كينو، وهيبقى فيه عمر عبد الرحمن، وهيبقى فيه علي مبخوت، وهيبقى فيه خلفان مبارك. يا ستار يا رب. شوف الجزيرة السنة دي الدنيا كلها، الوطن العربي كله منتظر منه، يعني مع الأسماء الحلوة دي كلها بصراحة يمتع الدنيا كورة، يمتع الدنيا كورة. شكل الجزيرة هيكون ازاي مع بداية السيزون، مع بداية البطولة الإماراتية. وأعتقد الأسماء اللي موجودة دي هتخلي كل الجماهير دايما تتأهب وتنتظر تستمتع بنادي اسمه الجزيرة. على طول تاني تصويبة حلوة وسهلة المرة دي عن طريق مراد بدنة إلى حارس المرمى المخيني والمجيني. هذه التسديدة على طول تاني، والتصويبة المحاولة والأسماء العمانية الجميلة. هذه التصويبة وترجع الكرة تاني في الجانب الأيمن، لكن حكم لقايد دي خطأ وركلة حرة مباشرة. ركلة حرة مباشرة. 43-44 دي لعب، والتقدم لا زال لصالح الفريق الجزراوي، لصالح نادي الجزيرة اللي عنده أفضلية طوال الشوط الأول بكل المقاييس وبلا مبالغة وبلا يعني مباغته. يمشي كرة تاني سالم العيدي عن طريق كينو يمشي كرة تاني، رمي التماس من الجانب الأيسر، رمي التماس من الجانب الايسر. مدير فني مع فريق نادي الجزيره ستريبل عنده كل الاوراق الحقيقه، ما عندوش حجه اطلاقا ان الجزيره ما ذهبش بعيدا في اي بطوله يلعب فيها، في اي بطوله يشارك فيها. كل الاوراق موجوده، كل العناوين موجوده، وكل الخطوط موجوده. عنده لعيبه تكسر الدنيا، وعنده لعيبه تذهب بعيدا في هذه البطوله العربيه او في غيرها من البطولات، وعنده اسماء تذهب بعيدا في البطوله المحليه والقاريه بكل المقاييس. تمشي على طول الكره ثاني اماميه وسال الى حارس المرمى الحارس ابراهيم المخيني. تمشي على طول الكره تاني اماميه محطوطه تاني روك. اعتقد النصر ان شاء الله عليه دور كبير في الهاف تايم الثاني، وعليه دور مجهود مضاعف ان يعود امام الجزيره في الشوط الثاني. واحترم المدرب مع نادي النصر الجزيره كثيرا جدا، وطبعا كان يجب ويتوجب عليه هذا الاحترام، لكن زاد لفتره طويله جدا. نصف ساعه راحت من نادي النصر في الشوط الاول، وطبعا هي قدرات وامكانيات، وعارف انه بيلعب امام نادي كبير وامام تيم كبير، ما يقدرش يفتح الجيم مبكرا امام الجزيره الاماراتي. لعل وعسى في شوط المباراه الثاني تتغير الاحوال، دوام الحال من المحال. عموما الحكم الرابع ماجد الشمراني من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه يدي ويؤشر هنا على دقيقه واحده وقت محتسب بدل ضايع، بامر طبعا وقرار من حكم الساحه امين عمر الحكم الدولي المصري. تمشي على طول الكره ثاني في الجانب الايسر عن طريق ميلوس يلعب الكره مع سالم العيدي. المره دي العيدي مقطوعه الكره ثاني الى حارس المرمى. من وجهه نظري واحد من ابرز لاعبي نادي النصر العماني في هذا المساء ابراهيم المخيني. عجبني جدا كحارس، فورمه وفت، حتى الهدف اللي دخل مرمى شال واحده الاولى من امام اللاعب كينو كانت في منتهى الخطوره، لكن المتابعه والفولو بتاعه اللاعب زايد العمري، واللي ياكد ان فريق نادي الجزيره عنده واحد تاني وعنده مركز اخر وعنده لاعب يصنف اخر خلف علي مبخوت. مفيش مشاكل، مفيش اي مشكله. ثواني اخيره خلاص على الوقت المحتسب بدل الضايع، وصافره نهايه الشوط الاول وتقدم لصالح نادي الجزيره بهدف عن طريق زايد العمري. تمريره كانت حلوه قوي من عامر عبد الرحمن، والمتابعه الجميله والانطلاقه الجميله من كينو. اذا شوط اول اماراتي خالص لنادي الجزيره يتقدم به لاعب زايد العمري، يعطي افضليه. هذه تحياتي عصام عبده، التقي واياكم ان شاء الله مع مطلع الشوط الثاني هنا في هذه البطوله الكبيره والبطوله الجميله، كاس محمد السادس للانديه الابطال. شطر المباراه الاول الضيف نادي الجزيره الاماراتي على شقيقه نادي النصر العماني 1-0. ان شاء الله ملتقايا واياكم مع مطلع الشوط الثاني. تحياتي عصام عبده والى اللقاء.
شكرا للزميل عصام عبدو. إذا مشاهدينا الكرام، الشوط الأول مواجهة النصر العماني وشقيقه الجزيرة الإماراتي ينتهي بهدف نظيف. هدف المباراة الوحيد حتى الآن سجله زايد العامري في الدقيقة 22 بعد أن أبعد حارس المرمى تسديدة زميله كيلو يفتتح أهداف هذه المباراة. هذا الهدف الذي انتهى عليه شوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود الحديث على طاولة أبو ظبي.